طيب اخيرا الايفونات الجديده وصلت، ايفون 13، ايفون 13 برو، نفس العلب اكيد بتاع السنه اللي فاتت، علبه رفيعه كده وزنطوطه، ويا دوب العلبتين يعملوا علبه من بتوع زمان. ماشي، خلينا نبدا بالايفون 13 العادي. طبعا كان في استكرايه كده شفافه بتتحط على العلبه كل سنه، شالوها للاسف. والله كنت بحبها يا سيدي، بس يلا مش مشكله عشان البيئه بس. الايفون 13 شكل الكاميرات الجديد، اللون اتغير جامد الحقيقه السنه اللي فاتت. عندنا سلك اكيد للشاحن يو اس بي سي مع لايتنج بورت، والحاجات التانية دي اللي هي سيم تول وشويه اوراق واللوجو بتاع ابل وكده. انا اشتريت النسخه ال 128 جيجا اللون الازرق، كنت صراحه عاوز البينك بس يلا مش مشكله، ما لقيتوش. طيب البرو بقى، البرو مبدئيا كده انا مستغرب ليه حاطين شكل موبايل بالظهر على العلبه، مع ان اكتر حاجه اتطورت في البرو السنه دي الشاشه. ايفون 13 برو 256 جيجا. الحاجه برضو كنت عاوز الموبايل ده بالنسخه الزرقاء سييرا برو، وجبته بيها عادي. حلو قوي. حابب بس اكد ان ده فيديو انطباعات اوليه، بقالي شويه مع الموبايلات دي وجاي اقول لكم ايه اللي اكتشفته سريعا كده، لكن في ريفيوز بقى هتيجي قدام لما نجربهم كده ونقعد معاهم فتره، اقول لكم بقى تختاروا البرو ولا العادي وكده. فتاكد انت تشترك في القناه وتعمل لايك وتعمل زرار الجرس عشان ايه لو مهتم يعني تشوف الحاجات دي. ليه جبت البرو والعادي بس ما جبتش الميني والماكس؟ لان باختصار الميني هو النسخه مصغره من العادي، والماكس هو نسخة مصغرة من البرو، فهم نفس الموبايلين، كأني معايا الأربع موبايلات بس بأحجام شاشة وبطارية مختلفة. وبرضه عشان الحقيقة أسعارهم في مصر حاليا غالية قوي، فممكن لما شوية نبقى نجيبهم. جميل قوي. الموبايلات بقى بتاعتنا بقى اللي موجودة معانا حاليا نظامها ايه؟ التصاميم بتاعتها ما اختلفتش خالص عن السنة اللي فاتت من ناحية الهيكل، يعني ما زالت محتفظة بقى بالحواف الحادة اللي ما فيهاش أي كيرفات، المسطحة تماما نفس ما هي. حتى أحجام الموبايلات ما زالت نفس الشيء زي السنة اللي فاتت، البرو هو نفس حجم البرو، والعادي نفس حجم العادي بتاع السنة اللي فاتت. اللي حسيته بس هو الوزن والسمك. الموبايل بقى عريض شوية ووزنه أتقل، بس يقول حاجة مش ملحوظة قوي يعني، مش محتاج تتعود عليها من جديد ولا حاجة. الألوان السنة دي بقت باختصار لايت أكتر، أو يعني فاهم نسخة من السنة اللي فاتت كده، أخدوا الأزرق بتاع السنة اللي فاتت فتحوه شوية وخففوه شوية، فبقى ابسط ومريح للعين اكتر من وجهة نظري، ومريح للكاميرات كمان. السنه اللي فاتت الموبايلات ما كنتش بعرف اصورها خالص، الالوان كانت دارك كده وغامقه. الحواف بتاعتهم برضو على فكره نفس الكلام، يعني الحواف السيراميكيه اللي بتلحوز جدا على فكره ما زالت في البرو يعني. بقت افتح شويه من السنه اللي فاتت برضو، بتلمع اكتر. الاختلاف بقى طبعا الثوري جدا هو شكل الكاميرات دلوقتي بقت معكوسه. لا فرقت الحقيقه من يوم ما جبت الموبايلات، حاسس ان انا ببص لهم كده ببقى اسعد. بس بغض النظر عن الشكل، يعني الكاميرات دلوقتي حجمها بقى اكبر، كل كاميرا بقت اكبر شويه، يعني عملوا لها زوم كده شويه، والبروز بتاعها برضو بقى اسمك. وعاوز اقول لك بقى ان 3 مللي اللي كبروا فيهم الكاميرات دول لخبطوا كل حاجه، عشان دلوقتي ما عادش ينفع تركب جراب ال 12 على البرو. واعتقد برضو موضوع الماك سيف او البطاريات اللي كانت بتتحط ماجنتيك كده ممكن ما تظبطش بتاعه ال 12، لسه هنشوف ده في الريفيوز. بس الكاميرات الكبيره دي اكيد ليها سبب. الحقيقه كارقام ابل بتقول ان بقى في دلوقتي سنسور اكبر في الكاميرات، بقى في فتحه عدسه اكبر في الكاميرا الرئيسيه او في الوايد انجل لينس حتى. وتجربتي المبدئيه كده، الصور اللي باخدها بالموبايلات دي بقى بيدخلها اضاءه اكتر بشكل ملحوظ، سواء بالنهار او بالليل. وبرضو اللي ملحوظ قوي ان العدسات بقت شارب اكتر، خصوصا الوايد انجل لينس بقت شارب وفيها تفاصيل اكتر. كل الصورة فيها تفاصيل من اول فريم لحد نصه، مش السنة اللي فاتت كانت بتبقى سوفت شوية على الاطراف كده. والكلام ده على فكرة بتطبق على الصور والفيديو. الوايد انجل لينس في الفيديو بقت شارب برضو اكتر، وبيدخل للفيديو اضاءة اكتر حتى في الاضاءة الليلية. لا متحمس الصراحة ان انا اجرب الكاميرات دي واقعد معاها فترة اكتر من كده.
ده ما كانش فيه فيديو اصلا مخصوص هيتم عن الكاميرات، ممكن نبتدي نعمل لها مقارنات بقى مع السنه اللي فاتت وكده. كنت متحمس برضه قوي ان انا اجرب السينماتيك مود الجديد، كلمتكم عنه قبل كده. سينماتيك مود باختصار عزل للخلفيه اللي وراك بيتم عن طريق السوفت وير. حلو والله، حلو يعني. تجربه مختلفه، اول مره يبقى في فيتشر كده في الكاميرات بتاعت الايفون، غير ان انت تصور فيديو عادي. خلي بالك بقى ان الوضع ده معمول علشان سيناريوهات معينة، ان انت بتصور مشهد فيه شخصين بيتكلموا مع بعض، او بتصور فيلم قصير مثلا، احداث في الشوت اللي انت بتاخده، وبتحتاج تنقل فوكس من هنا وتحط على الشخص ده وتركز على الشخص ده. مش مجرد ان هو فيديو بيعزل الخلفية، او مش مجرد ان هو بورتريه في الصور فخلاص بقى بورتريه في الفيديو. هو لسه فيه طبعا بعض التضحيات، زي ان هو يعني اطراف كده ما بتبقاش مقصوصة كويس، وبرضه بيصور ل 1080 بس. الحاجه اللي قويه قوي فيه، اللي كنت متحمس اجرب اشوفها لما قابل اعلانات عنها ما كنتش مصدقها قوي الصراحه، هو ان انت تقدر تتحكم في الكلام ده بعد ما تصوره. ازاي اغير الفوكس من شخص للتاني كأن لسه اثناء التصوير. اعتقد دي هتفرق جامد. برضو جربت الوضع اللي هو بتاع الفوتوغرافيك ستايل ده. الفوتوغرافيك ده انا حسيت لما جربته ان انا بصور بموبايل تاني غير الايفون. يعني بعض الصور كده باخدها بتبقى كونتراستي كده، بتديني لوك مثلا البيكسل بتاع جوجل، وفي حاجات ملونة اكتر بتديني لوك سامسونج، وممكن تعتبرها تحكمات اكتر. يعني انا من ساعة ما جبت الموبايلات وانا بستخدمها، اللي هو ايه، هخلي الشوت وورم شوية، هخليه كولد شوية، هفتحه شوية، هغمقه شوية. مش فكرة ان هو بحطه كده وخلاص. الكلام ده كل الكلام اللي قلناه ده موجود في البرو والعادي. اللي مش موجود في الاتنين دول من ناحية الكاميرات هو ان البرو عنده عدسة تالتة اكيد 3x زوم، وتقدر بالعدسة دي تصور حتى سينماتيك مود اللي هو بيبقى فيه عزل وكده بال 3x. برضو كمان حاجة اتضافت في البرو مش موجودة في العادي، مع ان الاتنين فيهم وايد انجل لينس، مش عارف ليه، هي الصور الماكرو. وهو ان انت مجرد ما تقرب من الحاجة قوي يبتدي يسويتش للوايد انجل لينز، تبتدي بقى تقرب للحاجة عادي لحد 2 سم تقريبا، وتاخد صور بقى ماكرو جدا. والحقيقة دي انا كنت متوقع ان هي ادائها هيبقى اقل من كده بكتير. لا، ادائها حلو، صور شارب والوانها لذيذة. كان نفسي بس يبقى فيه تحكم اكتر، اللي هو يعني مش لازم تبقى اوتو بس. يعني كان نفسي يبقى عندي اوبشن ان انا اعملها انا في الوقت اللي انا عاوزه. ماشي، لحد الان الفروقات بسيطة قوي بين الموبايلين دول، يعني لون التصميم، مش عارف شوية فيتشرز في الكاميرا، لكن اوفر اول موبايلات قريبة جدا. لما تقلب بقى معلم الموبايلات على وشها تبتدي تشوف ان برضو مفيش اي فرق نهائي في الشاشة كشكل. نفس حجم الشاشة 6.1 انش، نفس النوتش الجديد اللي صغر شوية بالمناسبة، وشوية ملحوظين على فكرة. يعني في الصور لا، مش لا، هما في الحقيقة ملحوظين وغريب انا مش قادر اتعود عليه لحد الان. خدت بقى اخي بقالي 3 سنين بستخدم نوتش كبير فخدت عليه، وكان متسنتر كده في نص الشاشة هنا زغطوط كده، مش عارف لسه عيني ما خدتش عليه الصراحة. اللي لاحظته برضو ان الشاشات دي سطوعها بقى اعلى شوية. العادي مش حاسس الموضوع قوي الصراحة، اعتقد بره البيت هيفرق اكتر، لكن البرو سطوعه بقى اعلى جوه وبره بشكل ملحوظ. ايه بقى يا معلم الفيصل بقى، ايه اللي هيخليني اروح لواحد من الاتنين دول؟ وده اللي هنجربه لمدة طويلة ونشوف هل ده فعلا فارق ويخليك تروح لواحد عن التاني ولا لا. هو اكيد البرو موشن او ال 120 هرتز في الشاشة. بص يا نجم، الموضوع بسيط قوي. انت دلوقتي عندك من ابل طول عمرها بتعمل ايفونات 60 هرتز بس في الشاشة. ايفون 6 7 8 اكس 11 12 كلها 60 هرتز. لما يجي السنة دي ويعمل لك شاشة 120 هرتز فده فرق، ده نقلة جيل جديد. يعني باختصار كل الايفونات اللي جاية لمدة 10 سنين قدام هتبقى برضو 120 هرتز. طب ايه بقى هي من 120 هرتز دي؟ الموضوع بسيط والله. الشاشة دي عبارة عن شوية هرتز. انت دلوقتي عندك 1 هرتز بس، فالشاشة ثابتة تماما مفيش اي حركة. كل ما تزود هرتز كل ما الحركة تبقى اسرع وانعم، زي الفريمات كده في تصوير الفيديو. هو ابل قررت ان هي تعملها متغيرة حسب الكونتنت اللي معروض على الشاشة، فانت ممكن ما تحسش بيها اصلا في معظم الاوقات. زي مثلا ان انت بتكتب على الكيبورد، دي حاجة مش متطلبة 120 هرتز، عادية خالص زي اللي فاتت. نفس الكلام لو انت بتتفرج على فيلم، او لو انت فاتح فيديو على يوتيوب متصور 24 هتعرضها لك 24. هتحس امتى؟ لما تسكرول في الشاشة كده، ترفع في انستجرام او في تيك توك، او حتى وانت فاتح الجاليري وبتسوايب في الصور كده،
وانت بتسحب الكويك سيتنجز من فوق كده بقت انعم واسرع كتير. انت بتضغط على الواي فاي كده، حتى وانت بتقفل الابس وانت بتتنقل بينها، كل ده بقى انعم واسرع كتير. وهو ده المستقبل، هو ده الخطوه الجايه. يعني هي الحقيقه بقى لها كتير قوي في عالم الاندرويد وانا عارف ده، ويمكن اخر شركه في الكوكب عاملاها، بس ده جديد على مستخدمين ابل. في ناس ما بتستخدمش غير ايفون. لسه الحقيقه مش قادر اخد قرار قوي هل ده فعلا هيبقى سبب شراء البرو السنه دي وخلاص لازم تروح له عشان حاجه زي كده. في اكيد شويه حاجات لسه ما تطرقتش اليها، زي ان البطاريه الوقت المفروض بقت اكبر، والاداء بتاع الموبايلات بقى اقوى، والتصوير بالليل والحاجات دي كلها محتاجه تجربه ووقت مع الموبايل. حرام الصراحه ان انا اقلبها واقعد اكلمكم عنها سريعا، فخليها الفيديوز بتاعتها. بس يا نجم انا كده خلصت، تقدر بقى تفضل يا باشا. اتفضل يا باشا. لا انا كده ممكن اقدر اقوم معايا.